قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك الجامد وسبسكرايب بك العسل واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. ويلا بينا نبدأ الفيديو. بيبدأ فيلمنا مع ماهيتو اللي بيصحى من نومه على صوت انذار حريق، وده لأن في حريقة كبيرة حصلت في المستشفى اللي في المدينة. هو بيتحرك ماهيتو هو وشويتشي أبوه وكل أهل المدينة عشان يطفوا الحريقة. وبنعرف إن أم ماهيتو كانت موجودة في المستشفى وقت ما الحريقة حصلت، وللأسف أمه بتموت في الحريقة دي. وبعد 3 سنين وبالظبط بعد ما الحرب العالمية التانية انتهت، بيتحرك ماهيتو هو وشويتشي لمحطة اسمها ساجينوما، وهناك بنشوف واحدة مستنياهم اسمها ناتسوكو. وماهيتو بيلاحظ ان ناتسوكو شبه امه جدا، وبيتضح يا صديقي ان ناتسوكو مرات ابو ماهيتو وفي نفس الوقت تبقى خالته. وبيروح ماهيتو مع ناتسوكو البيت، اما شويتشي فبيروح المصنع بتاعه. وناتسوكو بتقول لماهيتو قريب قوي هيكون عندك اخ، وده لاني حامل وهولد قريب. المهم بعدها بيوصلوا البيت اللي هيعيشوا فيه، وفي الاثناء دي ناتسوكو بتوري ماهيتو مصنع ابوه الجديد. وساعتها ماهيتو بيلاحظ وجود طائر غريب اسمه طائر ملك الحزين. والغريب بقى ان الطائر ده بيطير قريب من ناتسوكو وماهيتو. فناتسوكو بتقول لماهيتو غريبة، يعني اول مرة اشوف طائر ملك الحزين بيطير قريب مننا. في العموم بعدها بيدخلوا البيت، وماهيتو بيلاقي مجموعة مسنين بيساعدوا ناتسوكو في شغل البيت. وكانوا المسنين دول متجمعين حوالين شنطة شويتشي عشان يعرفوا ايه اللي جواها. فناتسوكو بتفتح لهم الشنطة وبتطلع علب الأكل اللي شويتشي كان جايبها ليهم. وبعدها ناتسوكو بتوصل ماهيتو لأوضته عشان يرتاح من السفر، وبينام ماهيتو وساعتها بيحلم بأمه وبالحريقة اللي حصلت في المستشفى. وماهيتو في الحلم بيقول لأمه أنا هنقذك، لكن أمه بتقول له خد بالك من نفسك وبتودعه. بس ماهيتو بيفضل يعيط. وبعدها بيصحى من النوم وبيخرج بره البيت وبيشوف طائر ملك الحزين وهو في البحيرة، لكن طائر ملك الحزين بيطير بعيد عن ماهيتو. وبعد كده بيروح عند البرج، والغريب ان الطائر بيدخل من شباك صغير موجود في البرج. وبيروح ماهيتو ورا الطائر بسبب فضوله وانه يعرف ايه اللي موجود في البرج وايه حكاية طائر ملك الحزين. وقتها ماهيتو بيسمع صوت ناتسوكو وهي بتدور عليه، لكنه مش بيهتم لها. هو بيكمل في طريقه وفعلا بيدخل البرج وبيلاقي ريش طائر الحزين واقع على الارض. فماهيتو بيلم الريش ده وبيكمل في طريقه لحد ما بيلاقي سلم وبيطلع عليه. بس بيكون في اخر السلم اللي في البرج ده مدخل ضيق جدا، لدرجة ان ماهيتو حاول يدخل من المدخل الضيق اللي في اخر السلم ده بس ما قدرش. وفي الوقت ده بيجي 2 عواجيز من مدبرات المنزل وبينادوا على ماهيتو وبيقولوا له ارجع، السيدة ناتسوكو قلقانة عليك والمكان ده مقفول ومش هتعرف تدخله. فماهيتو بيقول لهم ايه المكان ده وليه مقفول، لكن محدش منهم بيرد على ماهيتو. والغريب ان في اللحظة دي ماهيتو بيلاقي ان ريش طائر الملك الحزين اللي كان في ايده اختفى مرة واحدة. ولما ماهيتو بيرجع البيت بيقعد مع ناتسوكو، وناتسوكو بتحكي له عن البرج وبتقول له ان البرج اتبنى من فترة كبيرة جدا، واللي بناه هو عم امها. وعم امها ده كان ذكي جدا وبيحب قراءة الكتب، وكان مهووس بالكتب لدرجة انه فقد عقله. والغريب بقى ان عم امها اختفى فجأة من غير اي اثر، ولما بيدوروا عليه بيلاقوا في مكان ما بيكون موجود كتاب مفتوح كان بيقرا فيه. المهم انهم بيدوروا عليه في كل مكان وما بيلاقوش اثر ليه. وبعدها حصل فيضان والبشر اكتشفوا انفاق كتيرة تحت البرج ده، وساعتها جد ناتسوكو قرر يقفل مدخل البرج عشان سلامة البشر وعشان محدش يدخل البرج. وناتسوكو بتحذر ماهيتو وبتقول له ما تقربش من البرج. فماهيتو بيقول لها حاضر وبيسيبها وبيمشي. بس بعدها بيخرج ماهيتو من اوضته وبيقعد على سلم البيت. وساعتها ماهيتو بيشوف زي حلم لامه وهي بتقول له انقذني يا ماهيتو. فماهيتو بيترعب وبيدخل اوضته تاني. وتاني يوم الصبح بيوصل شويتشي وبيفطر معاهم وبيقول لماهيتو يلا عشان اوصلك لمدرستك الجديدة. وبعد شوية بيوصلوا المدرسة وبيكون كل الطلاب بيحقدوا على ماهيتو لانه غني وما كانوش حابين وجوده، لدرجة ان في مرة اثناء رجوع ماهيتو من المدرسة الطلاب بيتخانقوا معاه وبيرنوه علقة سخنة. بس بعدها ماهيتو بيمسك حجر وبيضرب نفسه بيه وبينزل دم. ولما بيوصل البيت ناتسوكو بتعالج الجرح،
ولما شويتشي بيعرف بإصابة ابنه ماهيتو بيرجع البيت وهو متعصب جدا وبيسأل ماهيتو مين اللي عمل فيك كده، بس ماهيتو بيقول له انه وقع واتصاب. لكن شويتشي بيقرر انه يروح المدرسة عشان يعرف مين اللي ضرب ابنه من الطلاب. وبعد شوية بنشوف طائر ملك الحزين وهو بيدخل من شباك أوضة ماهيتو وبيقول لماهيتو نفس الكلام اللي ماهيتو قالته لماهيتو في الحلم، وهي بتقول له انقذني. وبعدها بيختفي طائر ملك الحزين. وتاني يوم الصبح بيسمع ماهيتو صوت جاي من سقف البيت وبيكون طائر ملك الحزين موجود فوق السقف. فماهيتو بياخد عصاية وبيخرج من البيت وبيوصل عند البحيرة اللي قدام البرج، وهناك ماهيتو بيلاقي طائر ملك الحزين جاي بسرعة ناحيته. فماهيتو بيضربه بالعصاية اللي معاه، ولكن العصاية بتتكسر وملك الحزين مش بيحصل له حاجة. وبيرجع طائر ملك الحزين مرة تانية وبيسأله ماهيتو انت مين؟ انت مستحيل تكون طائر ملك الحزين. فملك الحزين بيقول له اخيرا جيت، انا كنت مستنيك بقالي كتير عشان اخدك لامك، يلا تعالى معايا. فماهيتو بيقول له انا امي ميتة، ولكن ملك الحزين بيضحك وبيقول له دي مجرد خدعة وامك لسه عايشة، وتعالى معايا اتأكد بنفسك لانك ما شفتش جثة امك، ازاي بقى تقول انها ميتة؟ يلا تعالى معايا عشان تشوفها، هي زمانها مستنياك دلوقتي. وفي اللحظة دي بيسمع ماهيتو صوت ضفادع بتخرج من البحيرة، والضفادع دي بتقول لماهيتو تعالى معانا وانقذ امك. وضفادع واسماك كتيرة بتحاصر ماهيتو. وفي الوقت ده كانت ناتسوكو بتدور على ماهيتو لانها لاحظت انه اختفى. فناتسوكو من بعيد بتحدف سهم في البحيرة، والسهم ده بيتحدف قريب من طائر ملك الحزين لكنه مش بيتصاب. فملك الحزين بيقول لماهيتو انت لازم تيجي لان حضورك مطلوب، وبيطير بسرعة والضفادع والاسماك بتختفي بعدها. وناتسوكو والمساعدين بيروحوا بسرعة لماهيتو، بس ماهيتو في اللحظة دي بيغمى عليه وبيقع في البحيرة. ولما بيفوق ماهيتو بيسأل العجوزة اللي بتعالجه على طائر ملك الحزين. فالعجوزة بتقول له انت كنت بتحلم بس مش اكتر، وانت بقالك ساعات فاقد وعيك. فبيخرج ماهيتو بعدها وبيروح ياخد العصاية عشان يروح لطائر ملك الحزين، لكن العصاية بتكون سليمة بس فجأة بتتكسر لوحدها. وفي الوقت ده ماهيتو بيعرف ان ناتسوكو مريضة بسبب انها في اخر شهور الحمل. فبيروح ماهيتو يزورها وبيطمن عليها، وناتسوكو بتعتذر منه لانها ما قدرتش تطمن عليه وتهتم باصابته. المهم ماهيتو بعدها بيلاحظ ان ناتسوكو عندها نفس الرمح اللي ضربت بيه طائر ملك الحزين في الحلم. فماهيتو بياخد علبة دخان من اوضة ناتسوكو وهو خارج، وحاليا بنشوف ماهيتو اللي بيكون ادى علبة الدخان اللي اخدها من غرفة ناتسوكو لراجل عجوز عشان يعلمه سن السكاكين ويعلمه ازاي يعمل سهم. وفعلا ماهيتو عمل سهم، بس في الاثناء دي بتيجي واحدة من مدبرات المنزل وبيكون اسمها كيريكو. وكيريكو بتقول لماهيتو انا ممكن اجيب لك قوس واسهم احسن من اللي انت عملتهم في مقابل اني اخد منك علبة الدخان. ولكن ماهيتو بيكون ادى الدخان للراجل العجوز وبيروح يكمل في صناعة السهم. ووقتها ماهيتو بيشوف ريش من طائر ملك الحزين موجود على الارض، فبياخده وبيلزقه في السهم عشان السهم يتحرك كويس. وقتها ماهيتو بيشوف ناتسوكو وهي داخلة الغابة لكنه مش بيهتم وبيكمل في صناعة السهم. ولما بيجي يضرب السهم بيلاقيه بيطير بشكل قوي جدا، وبالغلط ماهيتو بيوقع كتب على الأرض وبيلاقي كتاب مكتوب عليه اهدى لماهيتو، وبيطلع ان الكتاب ده من ام ماهيتو ليه. وقتها ماهيتو بيلاحظ ان مدبرات المنزل بيدوروا على ناتسوكو، فماهيتو بيقول لهم انه شاف ناتسوكو وهي داخله الغابه، وبيروح ماهيتو يدور معاهم على ناتسوكو. وبيدخل الغابه ومعاه كيريكو وبيشوفوا اثار الحذاء بتاع ناتسوكو موجود على الارض. وبتكون كيريكو خايفه تدخل الغابه وبتقول لماهيتو بلاش ندخل لان ممكن ناتسوكو ما تكونش دخلت الغابه. لكن طبعا ماهيتو ما بيسمعش كلامها وبيدخل وبيلاقي احجار صخريه في ارض الغابه. وقتها ماهيتو بيفهم ان ده طريق لمبنى في نهايه الغابه، وفعلا بيلاقوا نفق كبير وفي اضاءه كتير بتنور في المكان، وفي شخص بيقول بصوت عالي اخيرا انا كنت مستنيك بقالي كتير، ادخل ادخل. فماهيتو بيقول للشخص ده يسيب ناتسوكو تمشي. ولما بيدخلوا النفق باب النفق بيتقفل فجأة على ماهيتو وكيريكو، وبعدها على طول بيظهر طائر ملك الحزين وبيقول لماهيتو تعالى معايا. فكيريكو بتقول لماهيتو ما تدخلش ممكن ده يكون فخ، لكن ماهيتو ما بيهتمش لكلامها وبيدخل النفق لحد ما بيوصل لقاعة كبيرة وبيكون في واحدة نايمة على الكنبة.
فملك الحزين بيقول لماهيتو امك اهي، قرب وتأكد بنفسك. هو بيقرب ماهيتو فعلا وبيحاول يفوق امه، ولكن فجأة امه بتتحول لسائل غريب. فملك الحزين بيضحك وبيقول له انت ما كانش المفروض تلمسها، بس بسيطة، انا اقدر اعمل نسخة تانية من امك زيها. فماهيتو بيتعصب وبيمسك السهم بتاعه وبيصوب ناحية ملك الحزين. فملك الحزين بيقول له يلا اضربني في قلبي وجرب حظك بالسهم اللي معاك، بس انت مش هتقدر تصيبني في قلبي، لكن انا هقدر انتزع قلبك المليان بالكذب والنفاق. وفعلا ماهيتو بيضرب ملك الحزين بالسهم اللي معاه، والغريب بقى ان السهم بيتحرك ورا طائر ملك الحزين وبيفضل يتحرك وراه ويمين وشمال لحد ما بيسيب المنقار بتاع طائر ملك الحزين. فكيريكو بتفرح لان ماهيتو قدر يسيبه بالسهم، ولكن ماهيتو بيقول لها ان السهم طار من نفسه بسبب ان الريش اللي كان في السهم كان من ريش طائر ملك الحزين، ودي يا صديقي ريشة رقم 7، وهي ريشة طائرة، ونقطة ضعف طائر ملك الحزين هو ريشه. بس الغريب بقى يا صديقي ان طائر ملك الحزين شكله اتغير وخرج من منقاره راجل قارع. فماهيتو قرر يساعد ملك الحزين في المقابل انه يعرفه مكان ناتسوكو، وحاول ماهيتو يخرج السهم من منقار طائر ملك الحزين. وبعد ما بيخرج السهم طائر ملك الحزين ما بيقدرش يطير بسبب الثقب اللي حصل في منقاره. بس في اللحظة دي بنشوف وردة بتتحدف من أعلى النفق، ولما الوردة دي بتنزل على الأرض بتتكسر وبعدها بتسيح تماما، وبيكون اللي حدفها هو راجل عجوز. والراجل ده بيقول لطائر ملك الحزين انت طائر فاشل، انا امرتك انك ترشد ماهيتو بس لكنك قاعد تستعرض قدراتك. وفجأة الارض بتسحب طائر ملك الحزين هو وماهيتو كيريكو، وبعدها بنشوف ماهيتو بعد ما اتسحب وهو في مكان فيه بحر كبير وسفن كتيرة في البحر ده. وهناك ماهيتو بيلاحظ وجود بوابة لونها ذهبي، والبوابة دي يا صديقي بوابة مقبرة. فماهيتو بيروح عند البوابة دي وبيلاقي مكتوب على الباب الاشخاص اللي هيحاولوا يدوروا على اي حاجة تخصني هيموتوا. لكن في الاثناء دي بيظهر عدد كبير من البجع وبيهجم البجع على ماهيتو وبيحاولوا يدخلوه جوه بوابة المقبرة. وفعلا بيدفعوا ماهيتو لجوه المقبرة وبيقولوا له يلا ادخل ادخل. على الناحية التانية بنشوف صيادة في البحر، والصيادة دي بتلاحظ ان باب المقبرة مفتوح والبجع في كل مكان حوالين البوابة دي. فعلى طول الصيادة بتطلع كرباج، والكرباج ده بيخرج نار، والصيادة بتروح تضرب بيه البجع كله وبيهرب البجع من المكان. وقتها الصيادة بتشوف ماهيتو وبتقول له يلا اتحرك قبل ما الموتى يلحقونا. بس قبل ما يمشوا الصيادة بتعمل دايرة من النار حواليهم وبتفضل تقول كلام شبه تعويذة عشان يحميهم من الموتى الموجودين في المقبرة. والصيادة بتقول لماهيتو اتحرك بظهرك من غير ما تبص وراك عشان الموتى ما تلحقناش. وفعلا بيخرجوا من المقبرة بالطريقة دي. وبعدها الصيادة بتقول لماهيتو انت فتحت باب المقبرة ليه؟ فماهيتو بيقول لها البجع هو اللي دفعني جوه. ساعتها بتلاحظ الصيادة السهم اللي مع ماهيتو وبتلاقي ريش طائر ملك الحزين، فبتضحك وبتقول لماهيتو انا كده فهمت ليه البجع ما اكلكش. وبعدها بتتحرك الصيادة مع ماهيتو بالمركب، وماهيتو كان بيساعدها لان الموج كان عالي جدا. وبعد شوية بيصطادوا سمكة كبيرة جدا، ووقتها ماهيتو لاحظ وجود مراكب كتيرة حواليهم في البحر. فالصيادة بتقول له ما تركزش لان مفيش حاجة حقيقية، وده لان العالم ده بيحكمهم الموتى، وكمان بيجي مجموعة من الاشباح وبيكونوا بيجروا عشان يصطادوا. وفي الاثناء دي بنشوف كائنات صغيرة اسمها الوراورة، والكائنات دي بتعيش في العالم البحري وبتتغذى على احشاء السمك عشان تساعدهم على الطيران. عامة بعدها الصيادة وماهيتو بينزلوا من المركب وبينقلوا السمكة، والصيادة بتدي ماهيتو سكينة عشان يساعدها في تقطيع السمك. وبعد كده الصيادة بتطبخ السمكة وماهيتو بيكون نايم، ولما بيصحى بيلاقي حوالينه دميات على شكل العواجيز اللي كانوا بيساعدوا ناتسوكو في شغل البيت. فالصيادة بتقول لماهيتو ما تلمسش الدميات دي ويلا عشان تاكل. فماهيتو بينادي الصيادة باسم كيريكو، فالصيادة بتستغرب وبتقول له عرفت اسمي منين؟ فماهيتو بيقول لها العالم ده مش عالمي بس في تشابه بينه وبين عالمي، وكيريكو اللي في عالمي اكبر سنا منك، وانت في العالم ده كيريكو بس على صغر. وبنعرف يا صديقي ان فعلا كيريكو هي نفس العجوزة اللي كانت مع ماهيتو بس في عالم مختلف، يعني كل حاجة كانت موجودة في عالم ماهيتو موجودة برضو في العالم ده بس بشكل مختلف. المهم بعدها بيخرج ماهيتو بره بيت الصيادة كيريكو وبيدخل الحمام، ولما بيخرج بيلاقي كائنات الوراورة وهي بتطير،
فكيريكو بتروح لماهيتو وبتشوف كائنات الوراورة وهي بتطير وبتفرح جدا، بس للأسف البجع بيهجم على الوراورة وبياكل عدد كبير منها. بس فجأة في نار بتصيب البجع اللي هجم على كائنات الوراورة، والبجع بيبدأ يهرب من هجوم النار ده، وبيطلع ان ده بسبب بنت اسمها هيمي، وهيمي لقبها سيدة النار، وبتقدر هيمي تنقذ كائنات الوراورة. وبعدها بيظهر طائر ملك الحزين وبيقول لماهيتو انت هنا بتعمل ايه؟ ناتسوكو مش موجودة في العالم ده. فماهيتو بيقول له انا عارف ان ناتسوكو في العالم ده، وانا متأكد انك عارف مكانها، فقول لي والا هضغط على ريشك وساعتها هتتألم. انا عرفت ان ريشك هو نقطة ضعفك. فطائر ملك الحزين رفض يعترف بمكان ناتسوكو، فماهيتو بيضغط على الريش بتاع طائر ملك الحزين اللي موجود معاه، فملك الحزين بيحس بألم شديد، ولكنه بيخدع ماهيتو وبيزقه، وماهيتو بيكون هيقع في بير ميه. لكن بعدها ماهيتو بيروح للصيادة كيريكو وملك الحزين بيروح معاه، وكيريكو بتعمل صلح ما بين طائر ملك الحزين وماهيتو، وبتقول لهم انهم يتعاونوا مع بعض وينقذوا ناتسوكو. وبعدها كيريكو بتدي ماهيتو تمثال كيريكو وهي كبيرة وبتودعه وبيتحركوا مع بعض. وكيريكو بتفضل موجودة في العالم ده عشان تهتم بكائنات الوراورة. وعلى الجانب التاني بنشوف شويتشي وهو قاعد قلقان على ماهيتو وناتسوكو بعد ما دور عليهم كتير. بس وقتها في واحدة عجوزة من مدبرات المنزل بتقول لشويتشي في حاجات غريبة بتحصل من وقت للتاني، والبرج الموجود في الغابة بيظهر فيه حاجات غريبة، والبرج ده مش بشر اللي بناه، لأن ساعتها نزل جسيم غريب من السماء، ولما الجسيم ده نزل للأرض حصل انفجار كبير جدا وعمل حفرة كبيرة ملتهبة. فجد ناتسوكو أمر ببناء برج كبير يحميهم حوالين الشيء اللي نزل من السماء ده. بس وقتها المبنى كله وقع والعمال اللي كانوا بيبنوا البرج ماتوا، وبعد كده جد ناتسوكو اختفى هو كمان، وكذلك ماهيتو اختفت زي بالظبط اللي حصل مع ناتسوكو وكيريكو. فشويتشي بيقرر يروح يتفقد البرج ده بنفسه ويسترجع ماهيتو وناتسوكو وكيريكو. على الناحية التانية كان طائر ملك الحزين وماهيتو بيدوروا على ناتسوكو، وملك الحزين طلب من ماهيتو يقفل له الثقب اللي حصل في منقاره عشان يقدر يطير ويدوروا على ناتسوكو. وبالفعل ماهيتو بدأ يقفل ثقب المنقار وبدأوا يتحركوا مع بعض، وبيروحوا عند بيت اسمه بيت الحداد، والبيت ده بيحرسه مجموعة من الببغاوات. فطائر ملك الحزين بيعرف ماهيتو ان الببغاوات في العالم ده حجمهم ضخم جدا، وده لانهم بياكلوا البشر، وعشان نقدر ننقذ ناتسوكو انا هلهيهم وانت تعدي. وفعلا بدأ طائر ملك الحزين يلفت انتباه الببغاوات، وبالفعل الببغاوات العملاقة بتهجم عليه وبيجروا ورا ملك الحزين. وفي الأثناء دي ماهيتو بيتحرك وبيروح بيت الحداد، لكنه بيلاقي مجموعة من الببغاوات محاصرينه. فماهيتو بيسألهم عن ناتسوكو، فواحد من الببغاوات بيقول له تعالى معانا، وبيتحرك ماهيتو معاهم فعلا، وبيطلع ان ده فخ الببغاوات عاملينه لماهيتو عشان ياكلوه. وبدأوا الببغاوات يقربوا من ماهيتو، وماهيتو ما بيكونش عارف يتصرف ازاي، لحد ما فجأة سيدة النار هيمي بتظهر في المكان وبتهجم على الببغاوات بالنار، والببغاوات بيهربوا من المكان بسرعة. وهيمي بتسأل ماهيتو انت ايه اللي جابك هنا؟ فماهيتو بيقول لها انا بدور على واحدة اسمها ناتسوكو. فهيمي بتقول له ان ناتسوكو بتكون اختها اساسا، وبتقول له انا كنت بدور عليها برضو. وبيتضح كده يا صديقي ان هيمي هي اخت ناتسوكو وام ماهيتو، ولكن في العالم ده المهم ان هيمي بتقول لماهيتو لو عايز تنقذ ناتسوكو تعالى معايا. وفعلا هيمي بتسحب ماهيتو داخل النار وبتوصل لبيتها وبتعمل لماهيتو اكل، وبتقول له يستعد عشان هيروحوا يدوروا على ناتسوكو. وبدأوا يتحركوا مع بعض، وهيمي وماهيتو كانوا بيستخبوا من الببغاوات العملاقة اللي موجودة في المكان. وبتفتح هيمي شباك صغير وبتخرج منه هي وماهيتو، وساعتها هيمي بتعرف ماهيتو ان قواها هتكون محدودة في المكان ده، وبيكملوا في طريقهم لحد ما بيوصلوا عند ابواب كتيرة، وبنعرف ان كل باب بيخرجهم عند عالم مختلف. وبتفضل هيمي تدور في الابواب لحد ما بتوصل عند باب رقم 132، والباب ده هيخرجهم لعالم ماهيتو.
وبتفتح هيمي شباك صغير موجود في الباب وبتقول لماهيتو لو عايز ترجع للعالم بتاعك ارجع، انا هفتح لك الباب. فماهيتو بيقول لها انا مش هينفع ارجع من غير ناتسوكو، بس هيمي بتقول له ناتسوكو مش هينفع ترجع للعالم بتاعها دلوقتي لانها هتولد قريب. وفي اللحظة دي الببغاوات بتقرب من هيمي وماهيتو، فعلى طول هيمي بتفتح الباب لعالم ماهيتو. على الناحية التانية شويتشي كان لسه بيدور على ماهيتو وناتسوكو، واول ما شويتشي بيشوف ماهيتو بيجري عليه، بس ماهيتو بيكون عايز يرجع لناتسوكو عشان ينقذها. واول ما بيفتح الباب عشان يرجع لعالم ناتسوكو الببغاوات بتهجم عليه تاني، وبيحاول ماهيتو وهيمي يمنعوا الببغاوات من الخروج من البوابة لعالم شويتشي. لكن وقتها حصلت حاجة غريبة جدا، وهي ان الببغاوات حجمها بيرجع لطبيعته وحجمها بيصغر جدا لما بيدخلوا لعالم شويتشي. وقتها شويتشي افتكر ان ماهيتو تحول لببغاء، وفي نفس الوقت ده ماهيتو وهيمي بيرجعوا لعالم ناتسوكو تاني عشان ينقذوها، وكانوا بيتحركوا بسرعة وبيدوروا على ناتسوكو في كل مكان. بس أول ما ماهيتو بيلمس الأحجار الصخرية اللي في المبنى بيتكهرب، فهيمي بتقوله إن العالم ده مش حابب وجودنا. المهم إنهم بيكملوا في طريقهم لحد ما بيوصلوا عند الغرفة اللي موجودة فيها ناتسوكو، وهيمي بتستنى ماهيتو برا الغرفة، وماهيتو بيدخل الغرفة وبيشوف ناتسوكو وهي نايمة وفوقها مروحة كبيرة من الورق. ولما ماهيتو حاول يصحي ناتسوكو الهواء بيشتد والورق اللي كان في المروحة بيتحرك، وقتها ناتسوكو بتصحى. بس الغريب بقى انها بتزعق لماهيتو وبتقول له انت جيت ليه؟ انا بكرهك ويلا ارجع للعالم بتاعك. والورق كان بيحاصر ماهيتو وبيبعدوه عن ناتسوكو، وكذلك ناتسوكو الورق بيبعدها عن ماهيتو. وفعلا ماهيتو بيخرج بره الغرفة، فهيمي بتحرق الورق اللي كان بيحاصر ماهيتو وبتطلب من ناتسوكو انها ترجع مع ماهيتو لعالمهم وترجع لماهيتو ابنها. ولما ناتسوكو بتسمع كلام اختها بتقوم عشان تروح لهم، فالاحجار السحرية اللي في الغرفة بيكهربوهم وبيغمى عليهم كلهم. وبعد شوية لما ماهيتو بيقوم بيلاقي الجد الأكبر قدامه وفي مجموعة من الأحجار السحرية بيحركها ببطء. فالجد الأكبر لما بيشوف ماهيتو بيقول له إن العالم ده هينتهي لأنه مفضلش فيه غير يوم واحد بس وهينتهي. وبياخد الجد الأكبر ماهيتو عند حجر صخري كبير وبيقول له أنا كل قوتي باخدها من الحجر ده، وعشان العالم ده ما ينتهيش لازم تكون خليفتي وتكون مكاني وتحكم العالم ده، لأني عملت اتفاقية مع الحجر إن هيكون في خليفة بعدي، وعشان كده أنت لازم تكمل مكاني، ولازم اللي يكمل المهمة دي حد من سلالتي. والجد بيديله مجموعة من الأحجار السحرية وبيقول له أنت كل اللي هتعمله إنك تحرك الأحجار دي. لكن ماهيتو بيرفض وبيقول له أنا شايف الشر وهو خارج من الأحجار السحرية دي وأنا مستحيل أكون خليفتك. وبيرجع ماهيتو للواقع وبيفوق بيلاقي نفسه متكتف وبيطلع إن ده كله كان حلم. وماهيتو بيلاحظ الببغاء اللي موجود جنبه وبيلاقي إن الببغاء ده بيسن السكينة عشان ياكله هو وباقي الببغاوات. بس قبل ما ده يحصل بيدخل الأسطورة طائر ملك الحزين وبينقذ ماهيتو. وفي الأثناء دي كانت الببغاوات قبضوا على هيمي سيدة النار، وملك الببغاوات بياخد هيمي للجد الأكبر عشان يعاقبها لأنها دخلت غرفة ناتسوكو ولازم تتعاقب. وماهيتو طائر ملك الحزين بيشوف ملك الببغاوات وهو واخد هيمي، ولما ماهيتو بيلحقوا ملك الببغاوات بيسد الطريق عليهم عشان ما يوصلوش للجد الأكبر وعشان ما ينقذوش هيمي. وماهيتو كان هيقع بس طائر ملك الحزين بينقذه قبل ما الببغاوات ياخدوا بالهم. وبيقابل ملك الببغاوات الجد الأكبر وبيقول له إن هيمي لازم تتعاقب لأنها دخلت غرفة الولادة بدون إذنهم. وبيمشي ملك الببغاوات بعدها، وعلى الجانب الآخر كان ماهيتو ملك الحزين وصلوا الممر اللي بيوديهم لمكان الجد الأكبر بعد ما عرفوا يتسلقوا البرج من غير ما الببغاوات ياخدوا بالهم. وفي الأثناء دي كانت هيمي فاقت وشافت الجد قدامها، فهيمي بتقول للجد إن ماهيتو كان عايز ينقذ ناتسوكو أمه.
ويرجعها للعالم بتاعها تاني، وانه طيب وما بيحبش الشر وعايز يعيش بسلام مع امه وابوه. وفي الوقت ده ماهيتو بيفتح احد البوابات وبيدخل مكان فيه ازهار كتيرة، وده هو نفس المكان اللي موجود فيه الجد الاكبر وهيمي في اللحظة دي بتوصل لماهيتو ابنها بعد ما بتعرف من الجد الأكبر إن ماهيتو هو ابنها بس في عالم تاني. وبتفضل هيمي تعيط ولكنها بتاخد ماهيتو وبتروح للجد. وقتها ماهيتو لاحظ إن الدنيا بقت ضلمة بسبب إن ده اليوم الأخير في عالم الجد. وقتها ماهيتو بيلاقي أحد الأحجار السحرية فبياخدها معاه. وفي نفس الوقت ده ملك الببغاوات بيكون متابع كل ده وبيراقبهم من على بعد، وده لأنه مش عايز العالم ده ينتهي ويفضل هو ملك الببغاوات وياكلوا البشر، وكمان لأنه عايز ماهيتو يكون خليفة الجد الأكبر. والجد الأكبر كان قاعد عند الحجر السحري العملاق اللي بيستمد طاقته منه، وكان معاه مجموعة من الأحجار السحرية. ولما ماهيتو بيوصل عند الجد الأكبر الجد بيقول له ابني برجك بعيدا عن الشر والأكاذيب، وخلي العالم بتاعك كله خير، واعمل مملكة ما فيهاش شر. والأحجار دي ما فيهاش شر برضو لأني سافرت في حدود الزمان والمكان عشان أجمع الأحجار السحرية دي، فأنت لازم تبني عالم خاص بيك. بس ماهيتو بيرفض وبيقول للجد أنا ما ينفعش أعمل مملكة ما فيهاش شر، لأني قبل كده خبطت نفسي بحجارة في دماغي ومن ساعتها اتأكدت إن الشر موجود جوايا، وعشان كده ما ينفعش ألمس الأحجار السحرية دي. ومش هينفع ألمس الأحجار لأني وقتها هبني مملكة كلها شر، وكمان لأني عايز أخد ناتسوكو وارجع للعالم بتاعي. فالجد بيقول له طيب رص الحجارة دي وارجع للعالم بتاعك. بس في الأثناء دي بيظهر ملك الببغاوات وبيقول للجد يعني انت كده كل ده موقف مصير العالم على رص الحجارة؟ طيب اهو. وراح ملك الببغاوات رص الحجارة بس الأحجار السحرية بتقع بعدها. والصدمة ان اول ما الأحجار السحرية دي بتقع الحجر السحري اللي الجد الأكبر بيستمد قوته منه بيتدمر وبيدمر كل حاجة حواليه، والعالم بيتقسم لجزئين. والجد ساعتها بيطلب من هيمي وماهيتو انهم يرجعوا من الممر الزمني للأبواب. وفعلا ماهيتو وطائر ملك الحزين بيرجعوا من الممر الزمني، وطائر ملك الحزين بياخدهم وبيطير بيهم بسرعة وبيوصلوا عند البوابات. فهيمي بتفتح الباب لماهيتو عشان يرجع للعالم بتاعه وبتودعه لأن الباب بتاعها بيكون مختلف عن باب عالم ماهيتو. فماهيتو بيقول لأمه معنى كده إنك هتموتي في حريق المستشفى. فهيمي بتقول له إنها لازم تواجه مصيرها وبتطمنه وبتقول له إنها مش خايفة من النار. وفي الأثناء دي بيلاحظوا إن ناتسوكو جت ومعاها الصيادة كيريكو اللي خرجتها من غرفة الولادة أخيرا. وناتسوكو وماهيتو ملك الحزين بيخرجوا من البوابة، وكيريكو وهيمي بيخرجوا من بوابة تانية، والببغاوات كمان بتخرج، والبرج بيتدمر تماما. وطائر ملك الحزين بيقول لماهيتو انت لازم تنسى اللي حصل. فماهيتو بيقول له تمام. وبعدها ماهيتو بيخرج للعالم بتاعه هو وناتسوكو طائر ملك الحزين، وكيريكو العجوزة بتخرج من جيب ماهيتو بسبب الدمية اللي الصيادة كيريكو ادتها لماهيتو. والكل بيفرح برجوع ماهيتو وناتسوكو وكيريكو. وبعد سنتين بتكون ناتسوكو ولدت، وبعدها بيستعدوا هما الكل عشان يرجعوا لطوكيو. ولحد هنا يا صديقي بيخلص فيلمنا. ما تنساش تقول لنا ايه رأيك في الفيلم الجامد ده. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد ويلا سلام.